السلام عليكم. مجلس إدارة نادي الزمالك قال كريستيان جروس وعين جوزيه باسيريو مدرب للفريق ده. أنا نسيت يعني ده مدرب رقم كام لنادي الزمالك. الزمالك تقريبا في الموسم بيغير مدربين وساعات ثلاثة، لدرجة إن إحنا بنشوف مدربين ونسمع عن مدربين إحنا منعرفوش الزمالك يتعاقد معاهم إمتى وجم إمتى ومشوا إمتى. أنا شايف في رأيي إن هي معظم المدربين اللي مشوا كان العيب مش منهم، عيب من الإدارة وعيب من اللعيبة. الزمالك مفهوش لعيبة خالص. في مين في الزمالك غير زيزو نجم؟ كلك لعيبة جايين سنهم كبير ولعيبة مش درجة أولى ولا مش لعيبة منتخب أساسيين، وده من ضمن أسباب سوء مستوى نادي الزمالك. الزمالك محتاج لعيبة كبيرة جدا، محتاج لعيبة تكون زي اللي في الأهلي، محتاج لعيبة زي إمام عاشور، زي كهربا، زي مروان حمدي في نص الملعب، زي رامي ربيعة في الدفاع. محتاجين مهاجمين زي حسين الشحات. محتاجين مهاجمين زي محمد شريف لو يتعاقد مع محمد شريف. الزمالك محتاج لعيبة تكون تقيلة، لعيبة تكون بتعرف تنهي، لعيبة تكون عندها خوف وروح تلعب بيها على لنادي الزمالك. إنما حتة تغيير مدربين كل شوية دولت، أنا شايف إن ده خطأ كبير من مجلس الإدارة. مجلس الإدارة عايز يدعم من الفريق بلعيبة زي بن شرقي، زي فرجاني ساسي، زي محمد مصطفى اللي مشى ما حدش عوضه، زي مصطفى محمد لما مشى محدش عوضه. لعيبة كتير جدا يعني ينقصوا في مراكز كتير جدا لنادي الزمالك، في الدفاع وفي الباك اليمين والباك الشمال والمهاجمين. أنا شايف إن القصة مش قصة مدرب أكتر ما هي قصة لعيبة وإدارة. هو ده الفرق بين الأهلي والزمالك.